فستان ملون ده فيلم دراما وثائقي بشكل الفيلم الروائي، هنتكلم عليه بشكل أكبر. بيمثل كل أنواع المختلفة من النساء العربيات اللي هم في الأصل حقيقيين وبيلعبوا أدوارهم في الفيلم. معنا المخرج إيهاب مصطفى، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأستاذة رويدة بيبرس إحدى بطلات الفيلم، ورضوى العوضي برضو إحدى البطلات، وأنت اللي كاتبة كلمات الأغنية الجميلة دي، شاعرة وكاتبة. اهلا بيكي. ومن يميني استاذه ايمان النشارتي، اهلا بيكي. أهلا بيكي. ومنى احمد، اهلا بيكي. منى بتشتغل في وظائف كتير قوي هنتعرف عليها مع بعض. واستاذه علا عمار، اهلا بيكي، منورين. مبروك الفيلم. بجد يعني فرحه ملونه كده، ستات حلوين كده. انا سعيده جدا وانا قاعده. معلش طبعا احنا لازم ننحاز لبعضينا برضه، الستات لبعضيهم. فانا مبسوطه جدا وانا قاعده وسط 5 جميلات، وهم طبعا الاصل 16. انت عامل قصه 16 15 فاحنا 5 منهم وفي 10 تانيين. فاحنا ال5 دول نموذج يقول ان كل اختياراتك كانت على هذا المستوى من الجمال، ومش عايزاكي تقولي يوم منسيه شفت اسيه. ايوه الحلوه اللي انت كاتباها في الفيلم. انت يوم ناجحه ويوم متحققه، وانت حره وانت مستقله لكل الستات، لان كل الستات تستحق هذا النجاح وتستحق التحقق. تسمح لنا ان احنا نبقى منحازين ونبتدي؟ طبعا يا فندم، اتفضل. وانا هبقى منحازه اكتر وابتدي بصاحبتي. هي بالصدفه قاعده جنبك يعني. رويدة، احكي لي انت لما جه يقول لك. طبعا رويدة من اكتر الناس الناجحه في مجال العلاقات العامه، يعني اكتر وش ممكن واكتر مجهود، يعني حاجه كده اللي هو يعني الواحد يشوفه يقول ما شاء الله، الله اكبر يعني. لما اختارك انت اتخضيتي، خفتي، فرحتي؟ احكي لي مشاعرك. هو انا بصراحه ايهاب عرف يتعامل معايا ازاي الداخله، يعني لما جه قال لي وكده ما اتخضيتش قد ما حسيت ان الفكره جديده، لان هو بيتكلم عن استقلاليه وقوه والجانب الايجابي للست. دايما معظم الافلام اللي بتطلع بره بتطلع سلبيات، كلها مشاكل، كلها وجع، كلها كده. مفيش حد خالي من الحاجات دي، بس اكيد في حياته في حاجات ايجابيه. فده اللي عجبني في فكره الفيلم لايهاب يعني. واتقابلنا على طول وقعدت وعجبتني الفكره وقال لي في معاكي بطلات تانية، قلت له ما فيش مشكله. وكان مجهود بصراحه جامد عليه، انا عايزه اشكره. احنا هنيجي نسال ايهاب بس احنا عايزين نسمعكم وبعدين نرجع بقى نشوف اشمعنى انتوا بالذات اللي اختاركم. ايوه رضوى اتفضلي. انا بقى عندي حدوته كده. يعني ايهاب طبعا يعني الفكره كان قايل لي عليها وكنت متحمسه جدا، لان احنا معظمنا او كلنا يعني بطلات مستقلات يعني في حياتنا. فطبعا حبيت الفكره جدا، وانا اصلا مهتمه في كتاباتي دايما بقضايا المراه، فحبيت جدا الموضوع. فدخلت على طول قلت له اوكي انا معاك على طول، وان شاء الله اشارك كمان في السيناريو. وقمت فعلا بالمعالجه من خلال كان في ورشه سيناريو انا ومنى كنا موجودين فيها، والحمد لله وعملنا الفيلم. كان عمل انا فخوره بيه جدا جدا، لان هو مش بس بيحكي عن المراه المصريه، لا كل امراه على وجه الارض. لا احنا عارفين ان انت دخلتي مسابقات هنا وبره مصر كمان وخدتي جوائز، ده حقيقي. يعني ليكي باع طويل في مجال الحمد الدفاع لله عن المراه. ده حقيقي. انا مهتمه جدا باظهار كل امراه جميله يعني. فعلا هنرجع لكم لسه التفاصيل، بس هنسمع علشان نيجي بقى نشوف ايه الفيلم وهو ليه اختاركم. بس نسمع. انا عايزه ابدا مع علا عمار. ازيك يا علا؟ الحمد لله. اتكلمي عن نفسك. انا يعني طبعا مش عارفه اقدمك ازاي، يعني لم تمنعك اي اعاقات او حاجه من ان انت تكوني امراه ناجحه وقويه في حياتك. احكي لنا انت عن نفسك. هو انا اصلا اتربيت في بيت فيه مرأة مستقله اصلا، تمام، اللي هي الوالده طبعا. فطبعا ده كان يعني اكتر حاجه ساعدتني ان انا اعمل ده. وهي ازاي يعني؟ احكي لنا هي ازاي الام؟ يعني انا والدي توفى وانا عندي سنه، وهي كانت يعني هي فضلت عايشه مستقله طول حياتها معانا، مركزه معانا احنا بس، وما بتفكرش في اي حاجه تانية يعني. احنا بنحييها لان طبعا انت وجود انت ليكي اخوات؟ ليا اخت اكبر مني. طيب وجودك انت كمان ان انت عندك مشكله بالنسبه لها، يعني ان انت يعني مش طفله عاديه، فطبعا دي بتبقى مضاعفه ليها الالم والوجع ومحاوله القوه.
مرحله، يعني هي في الاول في يعني اي طفل في الدنيا بيبقى عنده اختلاف، الاهل بيبقوا في الاول في مرحله طبعا زعل شويه وكده، لكن الزعل ده مجرد ما بيعدي بيبقى احنا لازم بقى ست قويه وبتواجه الصعوبات، نطلع لقدام. يعني مش يعني مش معنى ان في مشكله ان الحياه هتقف، يعني لان الحياه كلها مشاكل، بس هي بتختلف اشكالها وبيختلف ظروفها وكده. فكانت طبعا هو كل تركيزها انه ما يبقاش فيه تاثير. هي المحنه ايه عشان الجمهور برضو مش عارف المحنه كانت ايه؟ سريعا من غير ما نقلمك، يعني المحنه كانت ايه؟ لا خالص، قلم ايه، مفيش الكلام ده. برافو عليك. لا خالص، ده فيروس شلل الاطفال جالي وانا عندي 4 شهور. وطبعا اثر على حركه رجلي وكده. بس فطبعا ده بيخلي الاهالي طول الوقت في تحديات مع المدارس، مع الرياضه، مع ان هم يخلوا ابنهم يحس او بنتهم ان الدنيا تمام ما فيش مشاكل وكده. بس طبعا بتفرق من بيت لبيت، يعني في اهالي بتدعم بشكل ايجابي، وفي اهالي تانية بتبقى ما واكتر من بتعملش ايجابي، بشكل يمكن بتخليه متميز كمان في حاجه، في رياضه، في بطوله، في طبعا. وده حصل فعلا، يعني يعني هي كانت مركزه جدا. انا اتعلم سباحه من وانا في KG يعني. واتعلمنا كويس جدا الحمد لله، ما كانش في مشاكل في المدارس خالص، في المدرسه. الجامعه نفس الحكايه. اول مره اسافر، يعني انا سافرت لوحدي بره مصر، اول مره في حياتي كانت لوحدي خالص، يعني اختي الاكبر مني ما عملتهاش. جميل. الحمد لله يعني. فهي طبعا كانت اكتر مثل بالنسبه لي انه يعني انت مش محتاجه حد او مش محتاجه حاجه من حد. مثل جيد جدا لكل انسان، مش بس الستات بس، ان الحياه ممكنه ايا ما كان المعوق ليها. منى 7 صنايع والبخت ضايع. مش ضايع طبعا. هو انا اكتر حاجه كانت عجباني في الموضوع ان لما نتكلم عن المراه المستقله، انا من الناس اللي بتزعل قوي ان اوصف الست، فاقدر اقول الست ب100 راجل، هي ولا ب100 راجل ولا براجل، هي ست، هي ست، ربنا خلقها ست، فده في حد ذاته حاجه حلوه قوي. عاجبني ان انا التحدي الحقيقي مش ان انا اخد صفات الرجاله او طبيعه من طبائع الراجل. انا مؤمنه جدا ان ربنا خلق الست بطبيعه مختلفه عن الراجل عشان الحياه تمشي. ما في راجل مش جدع. في راجل جدع، لكن هي الجدعنه والقوه هي شخصيه، يعني بالظبط. انسان. ان انا مش لازم ابقى زي الراجل علشان انجح، ولا زي الراجل علشان ابقى لوحدي، ولا اتحدى، ولا لا، انا ممكن بصفاتي وانا بنت وضعيفه وعندي مشاكل و وبطبيعتي الانثويه، لا انا لو اتحطيت في تحدي هبقى قده. انت دخلتي كل المجالات، بنكيره ومضيفه ومعده انا اول ما اتعرف عليكم اكتر واحده بس عايزين نسمع ايمان عشان ايمان بقى نسمع ايهاب قائد السيمفونيه. هو بالنسبه ليا لما ايهاب عرض عليا الفكره حسيت ان فعلا الست المصريه لازم تطلع بصوره احسن من اللي هي طالعه فيها بكتير، لان هي تستحق اكتر من كده، تستحق تقدير اكبر كبير من اللي دايما بنشوفه في كل حته. الست المصريه دي ست مستقله ومسؤوله. يعني مستقله دي هي ايه كلمه مستقله؟ هي ست مسؤوله عن بيتها، سواء متزوجه، مسؤوله عن ولادها، سواء مسؤوله عن شغلها، مسؤوله عن حاجات كتير قوي. فبالتالي الست هنا هو ست فعلا يطلق عليها، سواء هي معاها حد او معهاش حد، هي ست فعلا مستقله في كل حركه هي بتعملها. فالفكره لما ايهاب عرضها عليا فكره حلوه جدا، نفسي اطلع الصوره فعلا ان السيده المصريه فعلا هي ست مستقله في كل خطوه هي بتعملها، في كل مجال هي بتشتغل فيه، في كل حاجه سواء متزوجه او لا، في كل حاجه بشكل. انت حققتي نجاح وعملتي براند يعني فاشن ليكي انت باسمك وكده، رغم ان في اولاد. بس الحمد لله. التميز امراه هاخده من على لسان منى، انت كنت قاصد ان انت تبين ان قد كده المراه عندها كل هذا التميز وكل هذه القوه، ولا انت جات لك الفكره ازاي؟ يعني عندك يعني ايه اللي يخليك ايه اللي يخلي رجل يتحمس للمشروع؟ احنا بنحييك على اختياراتك، احنا حبيت اتعرف عليهم الاول عشان ارجع لك احييك على اختياراتك. الله يخلي حضرتك. هي الفكره في الاول اول ما جات لي انا كنت عايز اعمل حاجه حقيقيه قوي وبتعبر عن العمود الفقري في المجتمع المصري. في مشكله كبيره ان احنا في نماذج كتيره ايجابيه، احنا مركزين بقالنا سنين على السلبي بس، واكيد الايجابي ده بيجي من خلال حاجه وحشه او حاجه صعبه او بعدي محنه، او ده اكيد طبعا مفيش حد اليوم نفسه الواحد بيعدي بيه بكذا مرحله، لكن كنت نفسي اشوف نماذج كويسه حقيقيه بتعبر عن الست المصريه وبالتالي مصر كلها، المجتمع المصري كله. ده كان بدايه الموضوع.
وتحديدا عايز اتكلم في نقطه معينه برضو، ان كلمه المراه المستقله بتتاخد عندنا يعني الفيدباك بتاع الكلمه ان هي كلمه حاده قوي، يعني يا اما داخله خناقه يا اما عندها يا مشكله عنيفه يا منحرفه يا يعني ملهاش علامة سقف ومحدش استفهام بيعرف على حاجات حاجة. كده اكستريم قوي، فمفيش حاجه معتدله للتوصيف للكلمه، فكنت عايز اوصل ده واكد على ده، وعايز اخد الملايين الستات يعني الفيدباك بتاع الاغنيه او بتاع الاعلان، كذا حد يقول لي ده حاسه ان دي انا، فهو ده فعلا المجتمع. مش لازم تكون هي يعني في تطرف في التعامل مع الكلمه في من خلال المجتمع كله، فدي اول حاجه. فلما جيت بعد كده قلت عايز اعمل فيلم بالشكل ده، كنت عايز الكريديبيليتي تبقى عاليه، المصداقيه تبقى عاليه. مهما جبت حد حتى لو حد شاطر جدا في التمثيل انه تمثل دور امراه مستقله وهي نفسها مش مستقله، انت كنت هتفقد اتفضل. المعنى. هي القوه بتاعت الفكره بتاعتك ان انت دي شخصيات حقيقيه من لحم ودم. انا اشوف نفسي هنا، منى تشوف نفسها هنا، المشاهدين كل حد بيشوف نفسه في شخصيه من الشخصيات. فلو انت جبت ممثلات كانت باظت الفكره. ده حقيقي. وهو بقى كان فكره السهل الممتنع، ان كل واحده من البطلات الجميلات دول وال10 اللي مش موجودين معانا ال15 كلهم، ان كل واحده بتمثل نفسها. بس ازاي خليتهم يمثلوا؟ ده موضوع مش سهل. عايزين نعرف بس بعد الفاصل. هنطلع أوكي. فاصل أوكي. نرجع نواصل حوارنا مع ابطال فيلم فستان ملون. ورضوى قالت عشق الحريه وانا لسه صبيه وكبرت بيها سنين تاني سكنتها فيا ومش مستنيه من حد غيري خليني في الدنيا قويه. عجبتني بجد. ما زلنا بنوصل حوارنا الممتع مع الجميلات بطلات فيلم فستان ملون. وسؤالي للاستاذ ايهاب المخرج طبعا كان قبل الفاصل، انت بتتعامل مع ممثلات مش محترفات، ازاي حضرتهم يعني لده؟ هو الموضوع عدى بكذا مرحله، احنا قعدنا حوالي 4 شهور نجهز للفيلم قبل ما نصور، 4 شهور بالظبط. اول مرحله كانت 1 to 1 ميتنج مع كل واحده لوحدها. بتكتب منهم ولا انت رايح بورق؟ ما هي بقى دي الفكره، ما هو الفيلم اصلا عشان هو حاله مختلفه جدا، ميكس ما بين الحقيقه والخيال. يعني في قصه للفيلم، بدايه ووسط ونهايه وسبب ونتيجه وتصاعد دراما عاديه خالص، فيلم روائي، وفي نفس الوقت واخد من البروفايل الحقيقي بتاعهم، فهم طالعين بيمثلوا نفسهم. فدي خلطه، وهو مش فيلم تسجيلي، مش فيلم وثائقي مثلا، هو تمثيل. فكان اول حاجه لازم يرتاحوا نفسيا. هم بقى كانوا ملتزمات معاك يعني في المواعيد اللي انت كنت يعني بيقولوا لك ولا عليك؟ رويده بقى عملت كده. هو في حاجه، خلينا نتكلم على الايجابيات. يعني نتكلم على الحاجات الايجابيه عشان موضوع المواعيد ده بره الهوا بقى كده. هو انا ابتديت الفيلم شعري كان طويل قوي، قعدت تشد في شعرك، وبعدين قلت احلقه بقى واريح نفسي عشان هو في اول مرحله كان 1 to 1 ميتنج مع كل واحده منهم. كان حاجه كده ايه زي القعده بتاعت اللايف كوتشنج شويه. صحيح. يعني كنت مش مخرج قد ما انا كان لازم هم يبقوا مرتاحين نفسيا، لان لازم بسمع وبنتكلم مع كل واحده منهم. ايوه بس انت اخترتهم ازاي؟ يعني انت مثلا عرفت منين رويده، عرفت منين رضوى، عرفت منين ايمان، منى، علا، بقيه البطلات؟ تجيب النماذج 15 عرفتهم ازاي؟ يعني احييك طبعا على النماذج دي واختلافاتهم، بس انت عرفتهم ازاي؟ هو اولا الكرايتيريا بتاعت الاختيار، انا كنت بشتغل المعايير يعني المعايير بتاعت الاختيار، انا كنت بشتغل على الطبقه المتوسطه والفوق متوسطه تحديدا، اللي هي العمود الفقري بتاع المجتمع المصري، اللي انا من وجهه نظري لو حصل له حاجه هيبقى خطر على مصر. الطبقه الوسطى ورمانه الميزان بتاعتها. لازم الطبقه الوسطى دي تفضل موجوده. لسه في طبقه وسطى بس يلا احنا بندور يعني عايز يرجع. يعني هي موجوده بالفكر، موجوده بالمبادئ. هي فيها كذا طبقه، يعني كل صحيح. طبقه فيها كذا طبقه، ما بقاش في طبقه واحده. يعني الطبقه الوسطى فيها كذا طبقه، اللي فوق كذا طبقه، اللي تحت كذا طبقه. خلينا نقول ان انت اشتغلت على طبقات الطبقه الوسطى. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي بالظبط، سواء بالبلس او بالماينس. ايوه عرفتهم ازاي يعني؟ ولا حد كان بيرشح لك؟ ولا في بعضهم انا كنت عارفهم معرفه شخصيه، وبعضهم لا، هي جت بقى في فكره فريند اوف فريند، وجت اني سالت وعايز اشوف حد في المجال الفلاني، وعايز حد اشوف عامل اتشيف. اولا هم كل الحالات الاجتماعيه، وده بياكد ان فكره المراه المستقله مش حاله اجتماعيه معينه. اللي عندنا في يعني في الذاكره او الفكره او في الذهنيه الصوره الذهنيه مشوهه عن فكره المراه عموما والمراه المستقله خاصه. يا اما الست امينه والخنوع يا اما الست المبتذله يعني ملهاش سقف. فاولا كل الحالات الاجتماعيه وكل الاعمار.
يعني اصغر واحده 22 سنه واكبر واحده مفيش 22 سنه ونص. كلهم نفس ال 20 عشان 22 سنه لا انا اكيد مش هقول 22 سنه ونص. ف يعني رينج مختلف من الحالات الاجتماعيه ومن الظروف ومن كذا حاجه، فبس في الشريحه دي. وكان لازم وانا بفكر كده يبقى في رابط ولو مبدئي يخليني، لان اكيد انا عندي دراما في الفيلم معينه، قصه معينه بشتغل عليها، فلازم هم يدخلوا يعملوا لك الرؤيه اللي انت عايز تعملها. بتسكنهم في بالظبط. الشخصيات اللي في الخط الدرامي ده ده. حقيقي. فاول مرحله ان كنت قاعد مع كل واحده لوحدها 1 تو 1 ميتنج، وبعدين مع نهايه الميتنج امسك ورقه وقلم اقول لها طيب يلا بقى هنكتب شويه حاجات، اروح البيت اقعد اشتغل. طب الاداء بقى يعني جه ازاي؟ عملوا ورشه دي تمثيل؟ المرحله اللي بعدها بقى. طيب هو لسه بيتكلم على المرحله الاولى. واعتقد المرحله ما قبل الاولى ان البيت عندك تنشئه مظبوطه، فاكيد الوالده بنحييها ما طلعتكش انت الاعلى والمراه هي الادنى. دي اللي كان واحد على 3 بنات الرجاله المصريين. بس مش ديك براب. لا الحمد لله. الحمد لله ما ربيتش فيك الطاووس، ربيتك ان انت انسان واختك انسان. بالظبط. فعشان كده طلعت انت تفكر الفكره دي. كمل. ده حقيقي. فبس فبعد كده بعد ما اشتغلت على كل واحده لوحدها بعت لها الستوري بورد بتاعتها، قلت لها هيبقى ده الاطار العام بعيدا عن القصه بتاعت الفيلم. بعد كده بقى اخدت بعد ما دان خلاص هم دول العدد اللي انا هشتغل عليه، القصه بتاعتي 15 واحده اتحطوا بقى في القصه، ضربوا مع بعض في الخلاط، طلعوا الشكل النهائي للمعالجه الدراميه بتاعت الفيلم. وبعدين قلت لهم يلا يا جماعه هنعمل فيرست ميتنج. الفيرست ميتنج ده كان بعد 3 شهور من ما قعدت مع اول حد منهم، وعملنا الورشه كده، قعدت ترابيزه وقعدنا اتكلمنا مع بعض. يا جماعه عملت برزنتيشن كده، يا جماعه الفيلم هيبقى كذا 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 وهدفنا منه كذا كذا، وتعرفوا على بعض. وحصل انجاز عالمي يعني ان 15 واحده كلهم اصحاب بقوا اصحاب، وده يعني عاده اكتر من 3 4 فيميل صعب يبقوا اصحاب. صح. فال15 لا عشان واحده الافكار واحده يعني الرغبه واحده، فهم يعني انت ما جبتش ناس مختلفه فما اتفقوش، لا هم فيهم هم ما كانوش يعرفوا بعض ولا واحده منهم كانت تعرف الثانيه، بس افكارهم بتجمعهم يعني. طب هنسالهم واحده واحده بقى. رويده انت يعني قولي لنا، انت خبيره علاقات عامه وبتتكلمي مع الناس، لكن الواقفه قدام الكاميرا بعبع طبعا طبعا وما زال اشتغلتي على ايه؟ عشان هل كل واحده مثلا عملت ورشه تمثيل لوحدها؟ بصراحه لا، ايهاب طلب مننا ان كل واحده تطلع، بيريحنا قدام الكاميرا، ما تخافيش اطلعي بشخصيتك، يعني طالعه بشخصيتي مش طالعه بأدي دور حد. ده اللي ريحني، لان انا ماليش في التمثيل خالص، مش بعرف امثل. فطلعت بطبيعتي، واعتقد كنت شاطره. ما تعبش معايا كتير يا ايهاب، صح؟ كنت متألقة بس خلاص، فهي جت ايهاب طمنا بصراحه. تمام. وانت يا رضوى ناعمه كده ورقيقه شاعره، يعني فكره انت لايقه عليكي او انت طبيعيا اللي كان لازم تبقي شاعره وكاتبه وحالمه ورومانسيه؟ لا خالص على فكره، يعني اساليهم حتى لو مشاغبه جدا يعني، بس هو مشاغبه مش بين خالص جدا حتى في شغلي. مشاغبه الحلوه بقى. لا مشاغبه بقلمي، يعني انا بحب قوي اكتب، جريئه جدا في كتاباتي والكلام ده، بس طبعا قدام الكاميرا مفيش الجرأه خالص. انت زوجه؟ انا ام كمان، زوجه وام. سنجل يعني ماذر؟ انا كنت سنجل ماذر، وحاليا بعد الفيلم على فكره انا دلوقتي زوجه يعني. وش الفيلم وشه حلو. وانا فستان ملون جاب لك فستان الفيلم. بس هي برضو فكره المراه المستقله، خلينا برضو ناكد الموضوع، هي مش شرط الزوجه اللي الوحيده في الدنيا يعني. ما انا كنت هقول لك كده، لان احنا في الفاصل بنسال ايهاب، سهير بتقول له الوالده يعني بنحييها، قال لها بس والدي موجود. هل وجود الاب ما يخليش او الزوج يخليش الست مستقله؟ لا، ده هو في سيدات ناجحات كتيره جدا بيبقى وراءها رجل فعلا، يعني زي وراء طبعا. كل رجل عظيم امراه، لا في رجال كتيره جدا محترمه، يعني نموذج ايهاب في نموذج كتير زيه. طب انا عايزه اقول لكم بقى، في مقوله دايما بتتقال، وراء كل امراه ناجحه متحققه متفوقه زوج مطلع عينها، ظلمها جرحها كسرها، يعني ما انصفهاش يعني كده، او بيدفعها للنجاح. هم نوعين يعني كله موجود. ممكن الزواج التاني بقى، ممكن مش عارفه. الزواج التاني ممكن. الزواج التاني نتاخر خالص. لا بس في نماذج كتير، زي ما في كده زي ما في كده. المراه المستقله هي اي كيان ايجابي ناجح في المجتمع. طب الزوج التاني استوعب شخصيتك،
قوتك، حريتك، وهو واخدني استقلالك. قويه بقى، يعني مش ضعيفه بقى زي زمان، لا هو واخدني رضوى العوضي الناجحه. طب هو ما كانش عنده، احنا بنحييه طبعا لان الراجل ده بيبقى واثق من نفسه وبيبقى ناجح وبيبقى متحقق. ما خافش مثلا، يعني ما ادالكيش اي كومنت ولو بسيط؟ ما حسيتيش باي اشارات كده تولع حمراء خالص ننتبه؟ ده خالص بجد، يعني حتى معظم بطلات الفيلم هم يعني اخواته بجد، يعني حتى هو كان مبسوط جدا جدا لانه هو مؤمن بالمرأة الناجحة يعني. لان دايما هو يعني في ناس زي ما في راجل كده ما بيحبش المرأة تكون ناجحة، لا في راجل واثق من نفسه وبيحب المرأة المصرية تكون او زوجته تكون ناجحة. الحمد لله. يبقى كده ربنا ادالك تعويض حلو. الحمد لله. وش الفستان هو الفستان بقى ملون كان حلو. ايمان نشرتي اشتغلتي على نفسك ازاي بقى في التمثيل؟ اكيد حاجه كانت جديده عليكي برضه. هو انا عامه طبيعه شغلي شويه كاميرا وبرزنتيشن للكولكشن وحاجات زي كده. بس هو فعلا انا برضو ما كنتش بعرف امثل، يعني انا بتعامل مع الكاميرا في شغلي بس ما بمثلش قدامها، ببرزنت الموديل بالسيشن والحاجات دي. بس طبعا ايهاب برضو زي ما رويده قالت هو كان بيطمنا، كان دايما بيخلينا طبيعيين، فاحسن ما عندك وانت طبيعيه، حركتك طبيعيه، كلامك طبيعي، كان بيحاول على قد ما يقدر يطلع منك طبيعيه. فعشان كده الحمد لله الدنيا بقت كويسه. وانت يعني قدرتي تكوني مرأة مستقله وانت ام لطفلين كده الحمد لله، وفتره قصيره الحمد لله، طبعا كرم ربنا ليا والحمد لله. يعني عارفه اللي هو انا سبت كل حاجه ورا ظهري وبديت حياه جديده والدنيا بقت احسن. طيب الحمد لله. بقيتي مرأة مستقله بعد تجربه زوجيه فاشله، ولا انت طول الوقت كنت مرأة مستقله وقويه؟ سؤال لازم تدخل بصي هقول لك، هو انا حتى قبل ما امر بتجربه صعبه كانت عليا، كنت برضو انا مستقله، يعني الاستقلال كان برضو هي سمه في المراه عامه، بتعملي كل حاجه باولادك وبتعملي شغلك وبتعملي كل حاجه انت اعتماديه معتمده على نفسك. مسؤوليه كنت شايله مسؤوليه كبيره. حتى بعد ما حصل اي حاجه يعني خطوه جامده، بس انا بتهيألي لما بيحصل حاجه للمرأة بتحسي انك فايتي اكتر، عايزه تثبتي وجودك اكتر. إن ده فعلا حصل، يعني في فعلا تحدي للنجاح. حصل التشالنج ده. كان عندك نفس التحدي يا منى؟ هو التحدي بتبقى عادة الظروف اللي بتتحطي فيها وبتجبري عليها. يعني لما هتحط في ظروف انا لازم انجح لوحدي، هنجح لوحدي على فكرة، وان انا اعتمد على نفسي هعتمد على نفسي. هي كل الموضوع ان انا ابقى مؤمنة فعلا ان انا اقدر اعمل ده، مش ان انا محتاجة اتسند واستعين بحد علشان اعرف امشي واعدي واكبر. ايفن لو الموضوع مش بيج ديل او مأساة مريت بيها، وانا مؤمنة المأساة المفروض اي بني ادم على وجه الارض هيمر بمأساة هيتعلم منها، راجل او ست. اللي ما يكسرنيش يقويني اكيد ويخليني ده طبع بشري، يعني احنا لازم نبقى كده. يعني طالما حتى لو اتكسرت انا ممكن الم نفسي تاني. انا مؤمنة ان اتكسر واقعد انا مت على فكرة. يعني انا بعترف ضمنيا ان انا خلاص كده انا حياتي خلصت وده مش طبيعي. انكسرتي وقمتي ولا انت؟ اتكسرت طبعا اتكسرت. انا والدي توفى، احنا بنتين، ووالدي توفى وما عنديش اخ ولد، وفجأة عارفة ما بيقولوها ايه، بتحسي ان ظهرك اتعرى كده. بس انت حتى هكمل، يعني انا هتعلم، هخلص تعليمي، هخلص كلياتي وهشتغل. وانا على فكرة اسكندرانية واشتغلت في القاهرة وقعدت اكشلي سنة تقريبا. انا كل يوم بصحى الصبح من اسكندرية بركب العربية واجي شغلي، يعني مش عايشة في القاهرة. دي رجالة والله ما تقدر على كده. والله انا بعمل كده فعلا. انا كنت بصحى الصبح انزل اروح شغلي في القاهرة وارجع اسكندرية بيتي لحد ما تعبت. بس يعني ده للستات اللي بتقول لك المشوار طويل عليا في الشغل. لا انا اللي سايقه رايح جاي على كمان. بتبقى عندهم إرادة حديدية وبتقدر تعمل أصعب من اللي يعمله 10 رجالة، مش الست ب10. علا بقى كلمة أخيرة، الوقت خلص طبعا بسرعة. يعني هو أنا كانت بالنسبة لي أهم حاجة في قصة الفيلم دي، أنا برضو ماليش علاقة طبعا بالتمثيل خالص، لكن بالصدفة إنه أنا من ضمن الحاجات اللي أنا بحاول إن أنا أعملها إن أنا أتصرف في خارج الإطار اللي الدنيا كلها بتحاول تحطني فيه. فأنا أصلا بحب القصة دي جدا، بحب النقد الفني وبحب تقييم الافلام يعني. والحاجات دي بحبها يعني. فانا من حوالي 2 سنين كنت بدات اخد ورش تمثيل اصلا.
طيب فعملت كده فعلا. وبالصدفه لما ايهاب اتكلم معايا في الموضوع ده، هو برده ما كانش اصلا عارف، لان انا كنت بعمل الموضوع دوت في الخباثه، لاني رايحه في حته يستحيل حد هيتخيل ان انا ممكن افتن فيها. وانا شخصيا مش متخيله ان انا هفتن فيها، فانا بقول انا طالما حاجه بحبها اعملها كده في الخباثه عشان لو باظت ما اتفضحش يعني. لا ان شاء الله فستان ملون هيبقى وشه حلو عليكي زي ما كان على رضوى، ويعاد او يتقدم اكتشافك من اول وجديد بقى كممثله قويه جدا. مش قوي كده يعني، بس هو الواحد بيقول لنفسه انه يعني لو انا عايزه اعمل الحاجه ربنا هو اللي بيرتبها. يعني انا لما دخلت ورش التمثيل دي ما كنتش اعرف ان انا هطلع في كليب باغنيه تانية، ما كنتش اعرف ان انا هشارك في الفيلم ده، ما كنتش اعرف ان انا هيتفتح قدامي مجال تاني. لكن انا ما يعني الواحد بيسعى وربنا بيظبطها من حتت تانية يعني، مش شرط يكونوا مرتبطين كلهم ببعض. ايهاب احنا يعني بنقول لك كل الشكر، لان كل تجربه فيهم هي تجربه ملهمه. علا، منى، ايمان، رويده، رضوى، كلكم تجارب ملهمه فعلا. ملخصها الاراده والنجاح والتحدي، وان مفيش حاجه اسمها ست وراجل، في انسان يقدر، وهم اعتمدوا على الانسان اللي جواهم دول وقدروا يحققوا كل النجاح. بنحييكم يا رب، كل البنات وكل الستات يبقى عندهم نفس القوه ونفس العزيمه ونفس الاراده ونفس الاصرار. ربنا يشكرك. بنحييك فعلا ونشكرك، وان شاء الله نشوف لكم حاجه تانية بتجمعكم تاني ال 15 بطل. انت ناوي تكرر التجربه دي تاني؟ ممكن تعمل فيلم تاني بنوعيات تانية؟ ناوي اكرر تجربه الممثلين اللي مش ممثلين، يعني ناوي تجربه الديكودراما بشكل روائي ناوي اكررها تاني. ده تحدي رائع. بس في فكره تانية عندي ان شاء الله شغال عليها بعد فستان ملون، بس ان شاء الله نخلصه. مبروك فستان ملون عليكم اتفرجوا كلكم وعلينا وعلى المرأة صحيح. العربية. مش في السينما، هيدخل مهرجانات، هو موجود اكيد اعتقد على النت. لا لسه لا عشان الرولز بتاعت المهرجانات. الاغنيه بس اللي موجوده انا شفتها الاغنيه والتريلر. ونحيي هنا غنيم كمان نشوف قد ايه تجارب ملهمه وتجارب ان شاء الله هنعمل عروض كتير للفيلم باذن الله. ان شاء الله في انتظار عروض الفيلم باذن الله، واكثر من نجاح واكثر من جايزه. شكرا، شرفتونا ونورتونا. وبعد الفاصل ومطبخ الستات اتفضلوا معانا.